ايوه، بيتحط عليها الطحينه وهي على النار. انا كده بكلمكم عن الشاورما المصري. بس ايه حدوته، بعد ما نجرب الاكله دي ان شاء الله مش هتاكلوها من بره تاني. هنمشي بالتفاصيل واحده واحده، واعملوا سيف للحلقه دي عشان ما تتوهش منكم بقى كده، وقت ما تعوزوها ترجعوا تلاقوها. نجيب بقى الكايزر، نبدا. بصوا الحلاوه، والله العظيم انا بدي اشرح على الحاجات دي بس عايز ادخلكم في تفاصيل الاكله. نجهز الحاجه ويلا بينا نبدا بقى. نسن السكينه عشان هنقطع شويه بصل حلوين. الشاورما اللحمه بتحب البصل، بتحب الطماطم، بتحب البقدونس. فانا جبت شويه بصل، هبدا اقطع شويه بصل كده طرنشات حلوه كده. وعندي شويه طماطم برضو هبدا اقطعها طرنشات. طبعا بدل ما قطعت الخضار يبقى انا هوسخ البلانش اللي انا بقطع عليها دي مره واحده. يعني انا اقطع الخضار كده مره واحده واخليه على جنب، بعد كده اجيب شويه بقدونس بالمره واخليهم على جنب، واخر حاجه هبدا اقطع فيها اللحمه. طبعا اللحمه يا جماعه هنبدا يعني نختار نوع كده طري. يعني نجيب بقى ايه، حته ريب اي، وش فخده، ناخد حته من عرق الفيليتو. فاهمين قصدي؟ انا عايز اللحمه تشم النار كده مع التتبيله وتستوي بسرعه. انا اقطعها تقطيعه شاورما زي ما بنقطع البصل كده والطماطم كلها كده مقاس واحد. نحط شوية زيت، عصير ليمون، خل، ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، شوية كزبرة ناشفة، ورشة جوز الطيب، وشوية بهارات لحمة، معلقة كركم صغيرة كده. وابدأ اعمل ميكس حلو كده. انا عايزك اصلا لما تعمل التتبيلة دي تشمي بس اللحمه بعدها. هنسيبها بالظبط مثلا نص ساعه كده. بعد كده هنبدا نسخن طاسه، هنحط فيها شويه زيت والطاسه سخنه، نشوح او نسوي فيها اللحمه. نحطها بقى كده ونبدا نقلب تقليبه حلوه. واللحمه اللي احنا اخترناها يا دوبك هي بتشم النار يا جماعه وبتبدا نستوي. هنبدا بقى نقطع الكايزر كده لحد ما اللحمه بتاعتنا تستوي. واول ما تخش في مرحله التسويه كده هنبدا نحط فيها البصل والطماطم. عندي تقليبه حلوه كده. اقول لكم ايه حدوته، انا النهارده جاي ادلعكم. اول ما نحس بقى ان اللحمه بتاعتنا استوت نبدا نحط شويه بقدونس. بدل حطينا بقدونس هندي تقليبه ونشيلها على جنب. البقدونس ده اخر حاجه. هنجيب بوله بقى فيها طحينه ونبدا نغرق الشاورما بتاعتنا على الوش. ليه بقى الحركه دي؟ عشان يبقى عندنا طحينه جوه وطحينه بره. يا جماعه دي شاورما مصري 100%. هنجيب العيش الكايزر بقى بتاعنا ونفتحه ونحطه كده ياخد من الجوسي بتاع اللحم. بعد كده هنبدا نعمل الساندوتش. طبعا لو عندنا اطفال، عندنا كبار، عندنا اي حاجه نخليهم يعملوا معانا الساندوتشات. جربوا الحلقه دي، مستني تقولوا لي طلعت زي بره ولا لا. انا كده شكلي خلصت حلقه النهارده. ما تنساش تعملوا لايك وشير وبصوا وكومنت واكسبلوروا وتدلعوني زي ما بدلعكم، وتقولوا لي الحلقه الجايه عايزين تاكلوا ايه. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه.